كبالة. يا كابتن طه، يعني ما هو المطلوب من حضرتك أن توجهه لحسام وإبراهيم خلال الدور الثاني وفترة الاستعدادات، حتى لا تكون يعني شحن الجمهور والكلام أكثر من العطاء في الملعب؟ والله هو مش يعني حسام وابراهيم مش محتاجين نصيحة، لأنه يعني هم في شغلهم شايف أنا إنه بيأدوا دورهم بشكل كبير جدا، وفي سيطرة على الفريق، وده شيء كان مهم جدا. واعتقد لو اي مدرب اجنبي اخر كان موجود كان تيم نادي الزمالك مش هيبقى بالشكل ده او الاداء ده ولا في المقدمة. فنجاح حسام ابراهيم من خلال الموسم الماضي من ال 13 للثاني، والنهارده هو متقدم على الدوري الممتاز. هي المسألة محتاجة طبعا انه هيبان في خلال الفترة ال 15 يوم اللي جايين، الاسبوعين اللي جايين، انه احتمال عودة مجلس الاستاذ ممدوح عباس الى نادي الزمالك. فاذا كان في ازمات اعتقد انها هتتحل، لانه الاستاذ ممدوح عباس من خلال تواجد الاستاذ عمرو الجنايني في صفقة محمود فتح الله اللي ممكن محدش يعرفها، انه عمرو الجنايني ده اقرب واحد للاستاذ ممدوح عباس. فلما يدخل في صفقة محمود فتح الله ويمضي، يبقى لازم هنا نقول ان الاستاذ ممدوح عباس موجود وراء هذا الموضوع. ايوه موجود. ايوه. حتى في مشكلة اخيرة كان موجود فيها الاستاذ عمرو الجنايني، دي برضو يبقى فيها ناحية تواجد للاستاذ ممدوح عباس بتاعت حسن مصطفى. فالقضيه انه بننتظر. طبعا انت بتشكر سعاده المستشار جلال ابراهيم والمجلس اللي موجود، الدكتور عبد الله والدكتور احمد شيرين فوزي، المهندس طارق غنيم، يعني والمجموعه، والمستشار اسامه المليجي على الدور اللي بيقوموا بيه. صحيح ما فيش امكانيات، لكن مع الوقت جمهور نادي الزمالك طبعا سعيد بأداء فرقته. الإدارة لما هيبقى إذا كانت مستمرة الإدارة المعينة أو إدارة الأستاذ ممدوح هتيجي بعد أسبوعين، أعتقد أن الأمور هتتحل، لأنه حسام إبراهيم واضح أن هم مشغولين، والمسائل المالية عملية صعبة جدا بالنسبة لهم. فأتمنى إن شاء الله أن تتحل، لكن اللي أنا بطلبه من حسام إبراهيم هو الهدوء